عليكم، صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو. عندك غطيان ازايز بيبسي او عصير او ميه؟ هاتي الغطيان اللي عندك وتعالي نعمل مع بعض فكره مفيده وسهله وشكلها حلو في الاخر. اللي هحتاجه او الحاجات اللي هستخدمها في الفكره ديت. غطيان الازايز زي ما انتم شايفين، مسدس شمع، دانتيل. ما عندكيش قماش دانتيل، ممكن اي قماش عندك متوافر. نعمل له اعاده تدوير ونستخدمه في الفكره ديت. زي ما انت شايفة بقى، هبدأ الفكرة. هلزق الغطيان في بعض بالشكل ده. هاجي للغطا اللي بعده والزقه فيهم. انا عملت الغطيان الزرقاء كلها في بعض، وهعمل الصفرة مع بعض. اهم حاجة يكون اخر غطا يبقى وشه لفوق. يعني وانا برص الغطيان فوق بعضها بالشكل ده، كل غطا فوق التاني وكل غطا فوق التاني، آه، بحيث يكون اخر غطا يبقى وشه هو اللي مفتوح لفوق، ما يبقاش هو اللي مقفول على تحت زي اللي انا عملته دلوقتي ده. لا، الاخير يكون زي الازرق كده، ما وشه لفوق. وعامله واحد طويل شويه وواحد اقصر شويه، عشان يبقى الشكل واحد اطول فاقصر. دلوقتي بقى تيجي الفكره التانية في الفكره الاولانيه اللي انا عاملاها. ايه بقى اللي انا هستخدمه؟ عارفين الشمع اللي انا سيحته معاكم قبل كده في فكره قبل كده؟ هسيب لكم الفيديو تحت تشوفوه. هسيح شمع، وهجيب الفتيله بتاعت الشمع زي ما انتم شايفين كده، واحطها جوه الغطا. الفكره كده بقت ابتدت توضح انا هعملها وزي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى اخد الدانتيل والفه على الغطيان، ازين بيه الغطيان من بره. ممكن بدل الدانتيل، لو مش عندك دانتيل، ممكن الفوم الجليتر تحطيه عليهم من بره. ممكن لو ما عندكيش فوم جليتر برضو، ممكن يبقى ورق عادي تحطيه. وبعد كده تزينيه باي شكل من عندك، بالخرز او تلونيه من بره. ممكن لو عندك خرز بقى تحطي الخرز كله على الغطيان من بره، هيبقى شكلها حلو قوي. ممكن لو عندك سبراي فضي او ذهبي ترشيهم برضو من بره بالسبراي الفضي او الذهبي. يعني في كذا فكرة اللي انت تغلفي الغطيان من بره غير الدانتيل. بس انا كان متوفر عندي الدانتيل، وحسيت اللي هيبقى شكله حلو كده، يدي منظر حلو، فقلت استخدمه واعمله في الفكرة ديت. زي ما انتم شايفين كده، هغلف برضو التاني بنفس الطريقة.
زي ما انتوا شايفين كده، بعد ما غلفت الغطيان بالدانتيل ده شكلهم. بعد ما غلفتهم هبتدي بقى دلوقتي اجيب الشمع اللي سيحته واحطه. طبعا انا حطيت الكرتون ده علشان الشمع ما يبوظش حاجه، وهبتدي احط الشمع جوه الغطيان من فوق. وزي ما انتوا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا قوالب للشمع القديم، اعادة تدوير للشمع اللي عندنا في قوالب الغطيان الازايز. فكرة سهلة وبسيطة وجديدة وشكل مختلف عملتيه بايديكي غير اي شكل تاني عملناه قبل كده. طبعا اللي ما شافش الفيديوهات اللي عملتها قبل كده بالشمع اللي عملت له اعاده تدوير وعملت له قوالب مختلفه، فهسيب لكم كومنت مثبت في الفيديو ده. في كذا طريقة أنا عملت بيها قوالب للشمع إعادة تدوير الشمع، والقوالب كمان للشمع بأشكال مختلفة عملتها من عندي في البيت متوفرة، ما اشتريتش حاجة، كله كان متواجد في البيت وعملت له إعادة تدوير وعملت الفكرة منه. فلو محدش كان شاف الفيديو اللي قبل كده او الفيديو اللي قبليه او الفيديوهات اللي قبل كده لإعادة تدوير الشمع وقوالب اللي بحط فيها الشمع، هسيب لكم الفيديو وتقولوا رايكم في الفيديوهات اللي كانت قبل كده، ورايكم في الفيديو ده برضو هيهمني تقولوا لي رايكم في اعاده تدوير الغطيان بالطريقه المختلفه اللي عملتها النهارده ديت. وكانت حلوه وهتفيدكم وهتقدروا تستخدموها تعملوها ولا لا. لو هتعملوها وتنفذوها يا ريت تقولوا لي في كومنت تحت اللي انتوا هتعملوها. وزي ما قلت لكم مش لازم دانتيل، لو حاساه مش هيبقى حلو او حاساه مش هيبقى متواجد عندك او مش عندك وهتشتريه فبلاش تشتري، واللي عندك متوفر استخدميه. اي قماشه عندك قصيها بالطول ولفيها على الغطيان الازايز. آه تكون هتعملي اداه تدوير القماشه اللي مش عايزاها. عندك طرحه قديمه وشكلها مش خلاص مش عايزاه، طرحه سواريه، طرحه خروج وشكلها موضتها بطلت، هاتيها وبرضه قصيها شرايط كده وممكن تلفيها على غطيان الازايز، تبقي عملتي اعاده تدوير الطرح القديمه ومستهلكه عندك واللي مش بتستخدم تاني. برضو لو عندك فوم جليتر ممكن تلفيه على الغطيان من تحت كده حوالين الغطيان، مش هيبان اللي هي غطيان وهتبقى شكلها حلو. ولو عايزه تبين الغطيان وتبقى شكلها برضو حلو اللي انت عامله حاجه بايديكي وعامله لها اعاده تدوير وتبيني شكلها بس لون الغطيان مش عاجبك، فممكن ترشيها بسبراي فضي او ذهبي من اللي بيتباع ده، برضو هيبقى شكلها حلو لو فضلت على حالتها الغطيان واتعملت باللون الفضي او الذهبي. وترش عليها برونز بعد كده فهتدي منظر حلو قوي وطبيعي. فكذا فكرة غير الدانتيل اللي انت تقدري تستخدمي الغطيان فيها. وزي ما انتم شايفين كده انا جبت الخرز دوت وبدأت احطه على الدانتيل. داير ما يدور كده هعمل على الغطيان كلها الخرز الخشب ده. اخر واحدة دي كان فيه غطيين فاضلين، رحت شبكتهم في بعض وقلت اعملهم كمان مع بعض، يبقى ايه في واحد طويل في الاقصر في الاصغر شوية، يبقوا التلاتة كده جنب بعض. شكلهم مناسب كده، يبقوا تلاتة جنب بعض من اطول للاصغر. بس كده ده شكلهم في النهاية. ايه رأيكم؟ يا ريت لو عجبتكم الفكره يا ريت ما تنسوش بكومنت برايكم وتقولوا لي اللي هي عجبتكم، لو هتنفذوها برضو يا ريت تقولوا لي اللي انتوا هتنفذوها وهتعملوها، هيسعدني جدا رايكم فيهم. ولو انت اول مره تشوفي قناتي فهيسعدني جدا ان انت تشوفي بقيه الفيديوهات اللي عندي. فيديوهاتي عباره عن اعاده تدوير، كل حاجه قديمه عندك في البيت هنعمل لها اعاده تدوير ومش هنرميها، بالعكس هنعملها شكل حلو وتستخدميها كمان. فانا قناتي متخصصه في اعاده تدوير الاشياء القديمه وكمان الخياطه وكمان الاعمال اليدويه المختلفه.
كل ما هو سهل وبسيط هعمله في القناه هنا عندي. فشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده، ولو عجبتكم يا ريت تشتركوا في القناه وتقولوا لي انتوا اشتركتوا والفيديوهات عجبتكم. اكتر فيديو عجبكم تعملوا لي عليه كومنت، هيسعدني جدا وجودكم في القناه عندي. شكرا جدا والسلام.